السيدة زينب بنت الإمام علي ابن أبي طالب، وستنا فاطمة الزهراء بنت الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لقبت ستنا زينب بست ألقاب، أولهم أم هاشم، وده عشان حملت راية الهاشميين بعد مقتل أخيها سيدنا الحسين في 10 محرم سنة 61 هجرية. في رأي آخر بيقول إنها اتلقبت باسم أم هاشم، وده نسبة إلى جدها هاشم جد الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، واللي كان معروف عنه بكرمه الشديد مع الحجاج، وهي كمان كان معروف عنها الكرم. اللقب الثاني لستنا زينب اسمها طهر، وده اللي أطلقوا عليها أخيها سيدنا الحسين لما شرحت الحديث النبوي الشريف الحلال بين والحرام بين، فقال لها أنعم بك يا طاهرة. اللقب الثالث لستنا زينب بيقال ليها أم العزائم، وده لأن أهل العزم شافوا فيها الصبر والتحمل فأطلقوا عليها أم العزائم. اللقب الرابع لستنا زينب هو أم العواجز، وده لأن ستنا زينب بعد ما جت مصر بعد موقعة كربلاء ومقتل سيدنا الحسين بدأت تساعد كل العجزة والمساكين في مصر، فأطلق عليها المصريين أم العواجز. أما اللقب الخامس لستنا زينب فاسمه رئيسة الديوان، وده بسبب إن والي مصر وقتها والأمراء والحاشية وأصحاب النفوذ والسلطة كانوا بيجوا لستنا زينب في دارها عشان يتلقوا أمور دينهم، فأطلق عليها المصريين اسم رئيسة الديوان. أما اللقب الأشهر لستنا زينب هو السيدة، وطبعا ده تكريما وتقديرا لها ولعلمها ولأنها كمان من آل البيت. وبمجرد إنك تسمع السيدة تعرف إن المقصود هو ستنا زينب أو زينب زي ما بيحب المصريين بيقولوا. وفي حي شهير جدا في مصر اسمه حي السيدة زينب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.